أحيا المنتخب المغربي آماله في بلوغ ربع نهائي كأس أفريقيا بعد أن قلب تأخره أمام نظيره التوغولي بهدف إلى فوز كبير ب3 أهداف لهدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. فقدت الأسود الاتصال بالدور الثاني منذ 13 عاما، شاخت وهي تبحث عن البطاقة المفقودة، تعبت من البحث فاستعانت بالثعلب ليدلها، لكن دليلها لم يرى إلى حدود الساعة في أويام إلا ضبابا. أما أستاذه كلود ليغوا فيرى الهدف بوضوح تماما كمهاجمه ماثيو دوسيفي. أول هجمة بأول هدف، صقور توغو لا تحتاج لمقبلات. للأسود كبرياؤها حتى وإن فقدت أنيابها. قفز بوحدوز أعلى من أطول التوغوليين قامة. هدف التعديل جاء في وقته. حفظ رونار درس المباراة الأولى، الكرات الثابتة هي الحل، بقدم فيصل فجر لا بصوفة. هدية ثانية من مهاجم ديبورتيفو لا كورونيا، هذه المرة إلى رومان سايس، لم يرفض الهدية. هدف ثاني للأسود في ثلث ساعة. شيخ توغو أديبايور اقترب من التعديل لولا أن منعه الحمدي عن ذلك، ونبيل ديرار اقترب من الثالث ولم يمنع أحد عن ذلك. أما بوصوفة فمنعه أحدهم من تأمين التقدم المغربي في شوط أول أظهر فيه المغاربة من العزيمة ما أخفوه لدورات بل لسنوات. وصل الأسود ضغطهم بداية الشوط الثاني. عمر القدوري أخطأ المرمى بسنتيمترات، وأهدي بايور ارتقى فوق بن عطية، رأسيته كانت أعلى من عارضة المحمدي. اكتملت الساعة فحل يوسف نصيري بدلا لعمر القدوري. ابن مالقا كفأ رينار وحرر المغاربة. صاروخ قادم من فاس أمن النقاط الثلاث. زأر الأسود من جديد واستعاد الثعلب حيلته، يلزمه منها الكثير أمام فئة كوت ديفوار، وما الفيل الإيفواري عنه بغريب. هنا الشوطين الأولين، بقي مباراة ثالثة، كل شيء سيلعب إن شاء الله. نحن هنا كفريق كجامعة وكمنتخب وطني يعني لسبب بسيط، وأننا نكون في مستوى كرة القدم المغربية ولإسعاد الجماهير المغربية. جئنا إلى هذه المباراة وكنا على دراية أن الكوت ديفوار تعادل مع المنتخب الكونغولي. توجب علينا الفوز لكي نذهب بدافعية ودفع سيكولوجي ضد منتخب الكوت ديفوار. تنفست السعداء لأننا تحلينا بالفاعلية فيما يخص الكرات الثابتة، خاصة حينما خسرنا في بداية هذه المباراة بواقع 1-0. سعينا جاهدين على المحافظة على التركيز. الأداء كان استثنائي في هكذا أجواء مناخية.